حكايتنا النهارده عن جاكي، ولد ضعيف جدا ودايما بيتهان من كل اللي حواليه، واثناء ما هو ماشي في الشارع بيقابل عجوز كان بينضرب ودافع عنه، وبيطلع العجوز ده واحد من معلمين الكونغ فو، وبيقرر انه يعلم جاكي اسلوب الافعى عشان يرد له الجميل. لكن كان في مجموعه هدفهم يخلصوا على اسلوب الافعى نهائي، وخلصوا فعلا على كل اللي بيتقنوا الاسلوب ده الا المعلم ده، وحاولوا انهم يخلصوا عليه اكتر من مره. فهل هيقدروا فعلا يخلصوا عليه وينهوا اسلوب الافعى، ولا المعلم وجاكي هيكون لهم راي تاني؟ ده اللي هنعرفه في حكايتنا النهارده. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان ده بيساعدنا جدا، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده على طول. ويلا نبدا حكايتنا. الحكايه بتبدا مع 2 مدرسين كونغ فو، واحد بيستخدم اسلوب الافعى والتاني بيستخدم اسلوب النسر، وعلى مر التاريخ الاتنين كانوا اعداء وكل واحد عايز يخلص على اسلوب التاني. وبيكون مدرب اسلوب النسر وانج خلص على 3000 واحد من مدرسه الافعى، ومش فاضل غير المعلم ده والمعلم باي، وبيدخلوا الاتنين في قتال مع بعض، والاتنين بيكونوا اقوياء جدا. بس في النهايه بيقدر وانج انه يسيطر عليه باسلوب النسر، وحرفيا بيبهدله على الاخر وما بيقدرش عليه وبيخلص عليه نهائي. وبيكون فاضل له دلوقتي المعلم باي بس ويخلص من الاسلوب ده للابد، وساعتها اسلوبه هو اللي هينتشر. بعدها بنشوف المعلم باي واللي بيكون قاعد في فندق شكله عره شويه، وبيدخلوا عليه فجاه اصحاب الفندق لانه ما دفعش الايجار، وبيحاولوا يطردوه، وبيهجم عليه كمان رجاله كتير عايزين يضربوه، لكنه بيكون مهاري جدا وبيستخدم اسلوبه وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني، ورغم انه عجوز بس بيكون ماهر جدا وبيقدر يهزمهم وبيهرب من المكان. بعدها بنشوف مدرسه بتدرب كونغ فو، وفي المدرسه دي بيكون ولد ضعيف اسمه جاكي، واللي بيكون عامل نظافه هنا، وبيكون بيحب الكونغ فو جدا وبيفضل يقلد حركات الطلاب. فبيشوف المعلم الرخم ده وبيفضل يضربه وبيهينه، وبيقول له انت مجرد خدام هنا تنفذ شغلك وبس، مالكش دعوه بالكونغ فو، وبيحط رجله في ايديه وبيفضل يبهدل له المكان. وجاكي بيفضل يمسح وراه وبيكون صعبان عليه نفسه جدا. وبيروح بعد كده المعلم ده للطلاب وبيقول لهم يدفعوا الاشتراك، وهو اصلا ما بيكونش بيعرف يقاتل، وبيفضل يعمل اي حاجه كده. وبيجيب بعد كده جاكي وبيفضل يضرب فيه عشان يثبت لهم انه جامد وكده. وجاكي طبعا ما بيرضاش يعمل له حاجه لانه ضعيف، وكمان عشان ما يخسرش شغله. وجاكي بيتبهدل على الاخر وبيخرج من المكان وهو حزين كده وبيفضل يعيط لانه وحيد ودايما متهان. وفي نفس الوقت بنشوف المعلم باي قاعد يستريح قدام مدرسه تانية، وفي المدرسه دي بنشوف القاضي بتاع المدينه واللي جايب ابنه المدلل عشان يتدرب هنا في اقوى مدرسه. والولد بيقول لهم انا سمعت انكم بتكسروا الطوب بايديكم وعايز اشوف ده، فبيجيبوا له طالب عشان يعمل كده، بس الولد بيزود الطوب والطالب ده ايده بتتبهدل على الاخر. فبيقرر القاضي انه مش هيدخل ابنه المدرسه دي، فبيحاول مدير المدرسه يوقفه، واثناء ده بيشوف باي وبيفتكروا مشرد وبيحاولوا يضربوه وبيتكاتروا عليه. لكن في اللحظه دي بيشوفوا جاكي وبيجري فورا عشان يساعده، بس جاكي بينضرب وما بيعرفش يساعده. بس المعلم بيرجع وبيقدر يحرك جاكي وبيضرب فيهم واحد ورا التاني وبيخليه يهزمهم كلهم، وبيهربوا فورا من المكان. فبياخدوا بعد كده جاكي عشان يضيف عنده في البيت، وبيجيب له اكل وشرب وبيضيفه، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض شويه، وبيفضل جاكي يحكي له عن حياته واللي بيمر بيه. وبيجي بعد كده صاحبه وبيقول له ان المعلم عايزك، فبيروح جاكي، وبيكون القاضي جايب ابنه للمدرسه دي، والمعلم جايب جاكي عشان الطالب يضربه ويبان ان الطلاب هنا اقوياء وكده. وحرفيا جاكي بيتبهدل على الاخر وما بيعرفش يعمل حاجه، وبيعجب ابن القاضي بالمدرسه جدا وبيقرر يشترك هنا. وبيخرج جاكي وهو عمال يعيط، ولما بيساله باي بيجري من المكان فورا. فبيجي صاحبه وبيحكي له انهم بيستخدموه كدميه وبيحكي له كل حاجه. فبيدخل باي وبيواسيه وبيعمل معاه لعبه كده انه يمسك الطبق ده. فبيحاول جاكي بكل الطرق انه يمسك الطبق، بس المعلم بيكون مهاري جدا وما بيعرفش ياخد منه الطبق، وبيخرجه من الحاله اللي هو فيها وبيسيب له الطبق بعد كده. ولما بيجي الليل بيناموا، فبيشوف المعلم جاكي وهو سقعان وبيغطيه وبيمشي من المكان. ولما بيصحى جاكي تاني يوم ما بيلاقيش المعلم، لكنه بيكون سايب له كلام في حركات انه يتعلمها. ولما بيخرج بره بيلاقيه راسم له الخطوات اللي هيمشي عليها، فبيروح جاكي وبيفضل يمشي على الخطوات دي وبيفضل يتدرب. اما المعلم فبيروح لبيت واحد صاحبه، لكنه بيتفاجئ من واحد من مدرسين اسلوب النسر وبيهجم عليه وبيحاول يخلص عليه، بس بيفضل المعلم بكل مهاره انه يتصدى له وبيقدرش الشخص ده عليه، وباستخدام اسلوب الافعى بيقدر يهزمه. بس بيظهر واحد تاني وبيطعنه بسكينه، ولما بيتصاب بيقرر يهرب من المكان بطريقه احترافيه جدا وما بيعرفوش يمسكوه. اما في مدرسه جاكي بيجي القاضي وعايز يشوف ابنه وهو بيقاتل، فبيروح المعلم الرخم ده لجاكي وبيقول له ينضرب، وبيروح فعلا جاكي وبيدخلوا الاتنين في معركه ضد بعض. ولما بينضرب جاكي بيفتكر الحركات اللي اتعلمها وبيقوم وبيقرر انه مش هيتهان تاني، وبيفضل يضرب في ابن القاضي وبيهينه على الاخر. والواد العجل ده ما بيقدرش عليه وبيبقى تريقه وسط الناس. فبياخدوا بعد كده القاضي وبيمشي من المكان. فبيروحوا المدرسين وبيفضلوا يضربوا في جاكي عشان فقدوا فلوس القاضي، بس جاكي ما بيرضاش يعمل لهم حاجه
وبيفضل يجري وهو زعلان في قلب المدينة وبيكون حزين جدا. واثناء ده بيشوف المعلم وهو متصاب فبياخده وبيرجع بيه فورا للمدرسة، وجاكي مش عارف يساعده ازاي لكنه بيفتكر العلاج اللي في المدرسة وبيروح وبيجيبه وبيفضل يغلي الأعشاب دي وبيشرب المعلم منها، وبيفضل سهران جنبه طول الليل لحد ما المعلم بيفوق وبيشفى على خير. وبيحس قد ايه المعلم ان الولد ده نقي من جوه وما عندوش ذرة شر، وبيقرر انه يعلمه اسلوب الافعى، وده بيفرح جاكي جدا وبيوافق. وبيبدأ بعد كده المعلم يدربه تدريبات شاقة جدا، وبيدربه على كل انواع الكونغ فو زي التحمل والسرعة والقوة عشان يتقن الاسلوب بتاع الافعى. ومع الوقت مهارات جاكي بتبدأ تعلى لحد ما فعلا بيتقن اسلوب الافعى وبيعتبر خلاص بقى جاهز. وبنشوفه بعد كده وهو بينظف الارضيه وبيجي المعلم الرخم وبيحاول يضايقه، بس جاكي بيستخدم اسلوب الكونغ فو وبيمنعه انه يوسخ الارضيه، وكمان بيوقعه وبيخليه تريقه وسط كل اللي موجودين. وفي الوقت ده بيظهر كيوان وده بطل اولمبي في الكونغ فو، وتحدى كل المدرسين في الصين وهزمهم، وجاي دلوقتي عشان يتحدى اخر مدرسه. فبيخافوا المعلمين وكل واحد بيقول للتاني يدخل، فبيقول لهم تعالوا انتوا الاتنين، وحرفيا الواد ده بيبهدلهم على الاخر وبيقدر يهزمهم. ولما بيشوفوا الطلاب كده بيقرروا يمشوا من المدرسه وبيروحوا لمدرسه كيوان. وفي الوقت ده بيجي المعلم هان، وده بيكون المعلم الاساسي للمدرسه وكان مسافر. ولما بيرجع بيحكي له جاكي عن كل اللي حصل وانه الطلاب مشوا، فبيروح لمدرسه كيوان عشان يرد اعتباره. وبيدخل فعلا هناك وبيدخل المعلمين بتوع المدرسه، لكن بقوه كده بيقدر يهزمهم كلهم. وبيكون بيراقب كل ده وانج معلم اسلوب النسر، وبيدخل بعد كده كيوان وبيواجه هان، لكنه بيكون اقوى منه بمراحل وبيقدر كيوان انه يهزمه وبيبهدله، واسلوبه بيكون قوي جدا. لكن لما بيشوف جاكي الوضع ده بيقرر يروح ويقاتله، وبيستخدم بعد كده اسلوب الافعى وبيقاتل المعلم ده بكل مهاره. وجاكي بيكون قوي جدا وبيقدر يضربه، والناس كلها بتبقى مذهوله من اللي جاكي عمله ده. وبيستغرب كمان وانج ان في حد لسه بيتقن اسلوب الافعى، وبيهزم جاكي كيوان. فبيقرروا الطلاب بعد اللي شافوه انهم يرجعوا لمدرسه جاكي. ولما بيرجع جاكي ما بيلاقيش باي، وساب له رساله انه مشى، وكمان ساب له كتاب اسرار فن الافعى. فبيخرج جاكي وبيفضل يدور عليه لكنه ما بيلاقيهوش، وفجاه بيدخل عليه وانج. فبيساله جاكي انت مين؟ فبيقول له انه صاحب باي، بس جاكي بيفتكره بيكذب وبيقول له اثبت لي. فبيدخل معاه في معركه وحرفيا بيبهدل جاكي على الاخر، واسلوب النسر بتاعه بيكون اقوى من اسلوب الافعى وبيهزم جاكي. فبيقول له انا صدقت انك صاحبه فعلا، بس انا ما اعرفش هو راح فين. فبيقول له اول ما يرجع بلغني. ولما بيرجع جاكي البيت بيلاقي القطه قطعت الكتاب بتاع اسرار الافعى، وبيشوفها وهي عماله تقاتل افعى، وبيكون متحمس جدا وبينفعل معاهم. وبتقدر القطه انها تهزم الافعى، فبيلاحظ جاكي انها هزمتها بمخالبها. فبتجيله فكره انه يدمج اسلوب الافعى مع اسلوب قبضه القطه، وبكده هيعمل اسلوب خاص بيه. وبيبدا فعلا يتدرب على الاسلوب ده، ومع الوقت بيقدر يتقنه وبيكون ماهر فيه جدا. بعدها بنشوف باي وهو راجع، وجاكي بيقول له انت كنت فين؟ انا كنت قلقان عليك. وبنشوف بعد كده صاحب جاكي واللي بيحط لهم سم في الشاي، وبيكون شغال مع وانج. وبيقول جاكي ان صاحبك جه وسال عليه، وبيجري عشان يبلغه وبيلاقيه قدامه، لكنهم لما بيدخلوا ما بيلاقوش باي. فبيعرف وانج انه هرب وبيهرب وراه، وجاكي ما بيعرفش يطلع زيهم وبيجيب سلم وبيروح وراهم، لكنه بيقابل في طريقه مقاتل اسلوب النسر، وبيفضل الشخص ده يحاربه بالسيف. بس جاكي بيستخدم الاسلوب الجديد بتاعه، وبيقدر بمهاره وبحركات بهلوانيه انه يهزمه وبيخلص عليه نهائي. اما وانج فبيقدر يوصل للمعلم باي، وبيقول له هخلص على اسلوبك وهيموت معاه. فبيقول له الثقه ازاي؟ ده دي غرور. وبيدخلوا الاتنين في معركه ضد بعض، والاتنين بيكونوا مهاريين جدا وكل واحد بيستخدم الاسلوب الخاص بيه. لكن وانج بيستخدم حركات ممنوعه في الكونغ فو، وبيقدر يسيب باي اصابات جامده، وبيكون خلاص قرب يهزمه. وقبل ما يخلص عليه بيجي جاكي وبيضربه، وبيقول له انت خدعتني وانا وثقت فيه. فبيقول له باي يهرب وينجو بحياته، لكنه بيرفض وبيدخل في مواجهه ضد وانج. وبيكون وانج حافظ اسلوب الافعى، لكن مع الاضافه بتاع قبضه القطه ما بيقدرش يتوقع حركات جاكي. وجاكي بكل مهاره كده بيفضل يضرب فيه، وحرفيا المره دي بيبهدله على الاخر، وبيكون مذهول جدا من الاسلوب بتاعه ده. وبعد قتال كبير جدا بيقدر جاكي انه يهزم وانج وبيخلص عليه نهائي وبينتهي مع شره. بس بيجي لجاكي صاحبه وبيقول لهم انتوا هتموتوا دلوقتي لان حطيت لكم سم في الشاي. وبيبداوا فعلا يتوجعوا، بس بيقوموا وبيضربوه. وبيقول له جاكي احنا اصلا بنشرب الشاي بارد، وانا دلقت الشاي وحطيت شاي بارد. وبيخلصوا
بيخلصوا عليه، وبيقرروا بعد كده انهم ينشروا اسلوب الافعى من تاني. ودي كانت نهاية حكايتنا، بس دي مش نهاية الفيديو. تعال احكي لكم حكاية تانية بطلها هو جاكي شان برضه. الحكاية بتبدأ مع مجموعة وهم بيستكشفوا حاجة في قلب كهف، وبيكون ده نيزك، وبياخد واحد منهم عينة وبيقول للعامل يوديها بسرعة للمعمل وما يهزهاش، لكنه بيفضل يجري بسرعة كده وبيعدي على احجار، وبسبب ده المادة بتتفاعل وبتنفجر وبتعمل انفجار ضخم زي النووي كده. بعدها بنشوف مجموعة من القوات الخاصة واللي بيكونوا في مهمة في جنوب افريقيا عشان يخطفوا علماء، وبيقدروا فعلا انهم ياخدوا العلماء دول وبيحطوهم في قلب طيارة. فبيقول لهم القائد ان المهمة خلاص نجحت وانهم يرجعوا، واثناء ما جاكي واقف بيشوف القائد مورجان فبيدوا له التحية وبيروح يركب مع اصحابه، لكن اثناء ما الطيارة ماشية بيهددهم الطيار وبياخد الباراشوت وبيحاول ينط، وما بيفهموش هو ليه بيعمل كده، بس جاكي بيقدر يمسكه قبل ما ينط وبيبوظ له الباراشوت بتاعه وبيقع، والطيارة بتكون اتعطلت ومش عارفين يتحكموا فيها، واثناء ما هي ماشية بيقع جاكي منها من مكان عالي وبيفضل يخبط في الاشجار وبيتبهدل على الاخر لحد ما بيقع على الارض. بعدها بيتم عمل اجتماع للحكومة واللي بيفضلوا يقولوا ان فريق العمليات بتاعهم كلهم مفقود، وان اكيد في حد خاين بينا هو اللي وصل المعلومات دي. ومن ضمن اللي قاعدين بيكون القائد مورجان، واللي بيطلع بره وبيقابل الجنرال وبيسلم عليه وبيسيب له رسالة مكتوب فيها ان العملية تمت بنجاح وبيكون هو الخاين. بعدها بنشوف جاكي واللي بيفوق وبيكون متبهدل على الاخر، وبيكونوا قبيلة انقذته وعالجوه وبيفضلوا يتكلموا مع جاكي، بس جاكي ما بيفهمش لغتهم وبيحاولوا يعرفوا اسمه، وجاكي بيكون فاقد الذاكرة خالص وبيفضل يقول I am what me، يعني اسمي ايه، فبيفتكروا انه ده اسمه وبينادوه بيه. وبيبدأ جاكي بعد كده يعيش مع القبيلة دي ويتأقلم معاهم اكنه واحد منهم وهم مرحبين بيه جدا. بعدها بننتقل للمنظمة اللي خطفت العلماء وبيكونوا اخدوهم عشان يعرفوا يستخدموا المادة بتاع النيزك ويبيعوها بعدين. اما القبيلة فبيشوفوا بعد كده حيطان طيارة وبيروحوا يبلغوا جاكي فورا وبياخدوه لهناك، واول ما جاكي بيوصل وبيشوف الطيارة بيفتكرها وبيفتكر انه كل اللي معاه ماتوا، بس ما بيفتكرش حاجة تانية. وبالليل بيشوف المنظار بعد كده عربيات في الصحراء فبيفرح جدا انه لقى حد ينقذه، وتاني يوم بيلبس الزي بتاع الافارقة دول وبيوصلوه القبيلة عشان يروح للناس دول ويساعدوه. واثناء ما جاكي ماشي بيشوف قدامه مساعد الطيار وهو متعلق على الشجرة وبيفتكره لما وقعه، وبيفضل يدور في الشنطة بتاعته بيلاقي الباسبور بتاعه وعلبة كبريت مكتوب عليها عنوان، فبياخدهم وبيودع الناس دول وبيمشي. واثناء ما هو ماشي بيشوف عربية سباق متعطلة وفي واحدة عمالة تنادي للمتسابقين عشان ينقذوا صاحبها، بس محدش بيقف لها وبيكون اتصاب من لدغ التعبان. فبيبدأ جاكي انه يعالجه وبيجيب اعشاب عشان يسحب السم منه وبيحطها ببقه، ولما البنت دي بتشوفه وبتشوف شكله غريب بتفتكره من اكل لحوم البشر وبتروح تهجم عليه، فبيحاول يفهمها انه بيساعدها لكنه ما بيعرفش يتكلم، بس بيقدر يشرح لها انه بيساعدها وبيكون الشخص ده محتاج محلول، فبيلاقي نبات كده على شجر وبيروح يعمل منه محلول، وبياخدهم بعد كده العربية وبيسوق بسرعة رهيبة جدا لدرجة انه بيسبق المتسابقين وبيفوز بالمركز الاول. وبيجوا بعد كده الناس وبياخدوا المتسابق عشان يعالجوه، وبيقول لهم الدكتور ان النبات سحب السم منه وان الشخص ده عالجه بطريقة كويسة. وبيكون في صحفيين كتير في المكان وبيصوروا جاكي لانه شكل غريب بالنسبة لهم، وصورة جاكي دي بتنتشر في كل وسائل الاعلام، وبيشوفوا واحد وبيبلغ مورجان ان جاكي لسه عايش واننا لازم نخلص عليه قبل ما يقول اي حاجة. اما جاكي فبيروح بعد كده للمستشفى عشان يعمل اشعة على المخ ويحاول يعرف سبب فقدان ذاكرته، وفي اللحظة دي بتجيله صحفية اسمها كريستين وعايزة تعمل معاه لقاء، لكنه ما بيهتمش وبينادى على المتسابقة تتكلم معاها، وبيروح هو يدخل للدكتور عشان يعرف اللي حصل له، وبيعرفه الدكتور ان الخبطة اثرت على مخه وسببت له فقدان ذاكرة مؤقت، لكنه مع الوقت والعلاج هيفتكر كل حاجة. وفي اللحظة دي بيجي بعد كده عملاء من المخابرات الامريكية وبياخدوا جاكي لمورجان، واللي بيحاول يعرف منه هو فقد الذاكرة بجد ولا بيشتغلهم، لكنه بيتأكد انه فاكرها بجد وان كل اصحابه اللي كانوا معاه ماتوا، فبيفرح جدا ان محدش هيكشف اللي هو عمله، وبيدي بعد كده لجاكي كارت عشان لو افتكر حاجة يكلمه. بعدها بنشوف العلماء وهم في المختبر وبيحاول الشخص ده ان يخليهم يعملوا التجربة بسرعة، فبيقولوا له العلماء ان المادة دي مش مستقرة ولسه عايزة ابحاث اكتر عشان نتحكم فيها، لكنه بيهددهم وبيقول لهم يجربوها فورا، وبسبب ده المختبر بينفجر وبتطلع طاقة كبيرة بتأثر على الكهرباء في المدينة كلها، وبيكون الناس دول هدفهم انهم يبيعوا المادة دي لانها مادة نووية، وبيحصل فوضى في مركز الشرطة، وبيحاول جاكي انه يكلم الضابط عشان يعرف هويته فبيقول له يستنى دوره، لكن في اللحظة دي ضابط تاني بيشوف صورته في قوائم المفقودين وبيعرفه وبيكلم بعد كده عملاء واللي بيجوا وبياخدوا جاكي وبيودوه المكان كده غريب، ولما بيدخل جاكي بيفتكر انه جه هنا قبل كده هو والفرقة بتاعته، وبيبداوا بعد كده العملاء دول يقولوا له ان جه هنا هو وفرقته وانهم خطفوا علماء، لكنه ما بيبقاش فاكر اي حاجة، فبيحاولوا يضربوه بس جاكي بيقوم وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني وبيفتكر كل مهارته في الكونغ فو وبيقدر يهرب منهم، وبيرجع بعد كده
الفندق بتاعه من تاني، فبتجيله الصحفيه عشان تعمل معاه لقاء من تاني، فبيقول لها تطلع بس تحاسب التاكسي لانه معهوش فلوس وانه هيعمل اللقاء معاها، بس بيجي واحد وبيقبض عليها. اما جاكي لما بيطلع الاوضه بتاعته في ناس كتير بتهجم عليه وبيفضلوا يضربوا عليه نار، لكنه بيقدر يهرب منهم وبيفضل يجري في قلب المدينه. وفي اللحظه دي بيشوف كريستين وهي مقبوض عليها، فبينط في العربيه اللي هي فيها، وبتجيله بعد كده المتسابقه فبياخدها معاهم وبيهرب فورا. والعصابه دول بيفضلوا يطاردوا جاكي في قلب المدينه، بس جاكي بيقدر يهرب منهم وبيدخل بين عربيات وبيفلت. فبيكلموا بعد كده العصابه مورجان وبيعرفوه ان جاكي هرب، فبيقول لهم يلاقوه ويخلصوا عليه فورا. اما جاكي اثناء ما هو قاعد بتشوف كريستين الكبريت اللي معاه وبتقول له انها عارفه العنوان ده وانه ببلد تانية وانها هتيجي معاه. فبتحاول المتسابقه تاخد سيلفي بالكاميرا بتاع الصحفيه لكنها بتشدها بسرعه، فبيستغربوا جدا، بس بتقول لهم انها بتحاول تخض جاكي عشان يفتكر حاجه. وبتاخد بعد كده جاكي وبيسافروا للبلد التانية دي وبيقفوا قدام المبنى اللي مكتوب على علبه الكبريت. فبيروح جاكي وبيكلم مورجان وبيقول له انه يقدر يوصل لمقر المنظمه وواقف قدامهم دلوقتي. واول ما مورجان بيبص من الشباك بيشوف جاكي فعلا وبيقول له ما تتحركش وهو يبعت له حد ينقذه. وبيبلغ بعد كده رجالته وبيقول لهم يخلصوا عليه فورا. اما كريستين فبتروح الحمام وجاكي بيشوف حاجه بتنور في شنطتها وبيعرف من هويتها انها عميله في المخابرات الامريكيه والكاميرا بتاعتها عباره عن مسدس. وفي اللحظه دي بيهجموا عليهم رجاله مورجان، فبيجري جاكي فورا وبيهرب منهم والعصابه بيفضلوا وراه. والمطارده بينهم بتستمر وقت كبير جدا لحد ما بيوصلوا لجاكي، بس جاكي بيكون مهاري جدا وبيتصدى ليهم وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني، والعصابه دول مش قادرين عليه خالص لحد ما بيهرب منهم. وبيكلم بعد كده مورجان تاني بس ما بيقولوش على مكانه، وبيقول له انه هيحاول يلاقيه هو، وبيروح يتسلل وبيدخل في قلب المبنى على اساس انه موظف. وفي نفس الوقت بيكون المشتري اللي هيشتري ماده التفجير وصل للمبنى. اما جاكي فبيدخل بعد كده من فتحات التهويه وبيفضل يتسلل لجوه. وبيكون الاجتماع بدا، واثناء ده بيقول البايع والشاري لكل اللي في المكان انهم يطلعوا بره عشان يتم التحويل. وبيوصل جاكي وبيشوف التحويل ده، لكن الموضوع بيكون هياخد وقت، فبيطلعوا بره لحد ما التحويل ينتهي. فبيستغل جاكي الفرصه وبينزل وبياخد السي دي اللي عليه كل المعلومات، وكمان بيحول الفلوس لمنظمات خيريه. ولما بيدخلوا الناس عليه بيعمل انه بتاع البوفيه، وبيستغربوا ان الفلوس اتحولت لمنظمه خيريه وبيتجننوا. فبيعرف مورجان ان جاكي موجود هنا وبيقول لرجالته يدوروا عليه ويجيبوا السي دي باي طريقه، وان اللي هيمسكه له $1,000,000. اما جاكي فبيكون عمال يضرب في البايع والشاري، فبيوصلوا العصابه وبيفضلوا يجروا وراه وبيستخبى منهم. فبيحاولوا يدوروا عليه بس بيظهر لهم وبيضربهم وبياخد المسدس منهم. وفجاه بيلاقوا قدامه مورجان واللي بيفضل يمثل على جاكي انه تتبع العصابه وجه هنا عشان يقبض عليهم. وبيقول له السي دي معاك؟ فبيقول له اه. فبيقول له طب خليه معاك واخرج من هنا. فبيثق فيه جاكي وبيديله السي دي والمسدس، بس مورجان بيحاول يقتله بس بيكون المسدس فاضي. وبيقول له جاكي انه مش غبي وبيديله ضربه بيجيبه الارض، وبياخد السي دي وبيجري من المكان. بس العصابه بيشوفوه وبيفضلوا يجروا وراه. فبيطلع فوق مبنى لحد ما بيحاصروه 2 من امهر المقاتلين، وبيقولوا له معاك 2 اوبشن. الاوبشن الاول انك تدينا السي دي وتنط من المبنى، والتاني انك ترفض وساعتها هناخد السي دي وهنرميك بنفسنا. بس جاكي بيرفض، فبيدخل واحد منهم عشان يقاتله، وحرفيا الواد ده بيكون مهاري جدا وبيفضل يضرب في جاكي. بس جاكي بيستجمع قوته من تاني وبيروح وبيفضل يضرب فيه وبيستخدم اسلوبه ضده وبيبهدله على الاخر وبيقدر يهزمه. فبيدخل بعد كده الشخص التاني عشان يقاتل جاكي، والواد ده بيكون طويل جدا وقوته في رجله وبيكون مهاري برضه. فبيفضل جاكي يتصدى له لحد ما بيفهم اسلوبه، وبيروح بعد كده بكل قوته وبيفضل يضرب فيه. وحرفيا العيال دي مش عارفين يهزموه وبيروحوا الاتنين عشان يقاتلوا مع بعض، والمعركه بينهم بتكون مبهره جدا وبيحاولوا ياخدوا السي دي باي طريقه. واثناء ده بتقع الشنطه من على المبنى اللي فيها السي دي، فبيتضايق جاكي جدا وبيقوم بكل غل وبيفضل يضرب فيهم وبيخلص عليهم وبيحاول يهرب، بس بيشوف قدامه رجاله اكتر وما بيلاقيش قدامه حل غير انه ينط، وبينط من على المبنى وبيزحف على الازاز. وفي اللحظه دي بيشوف مورجان الشنطه اللي فيها السي دي وبياخدها وبيحاول يهرب من المكان. فبيجري جاكي وراه، بس اثناء ده بتجيله كريستين وبتقول له يركب معاها، وبيكونوا بيجروا ببطء جدا. فبتقول له ما تقلقش انا عامله حسابي كويس. وبتتكلم بعد كده في اللاسلكي، وحرفيا بيخرجوا عملاء من كل مكان وبيقدروا يحاصروا مورجان وبيقفلوا كمان عليه الكوبري وبيقدروا يقبضوا عليه. فبيحاول يوريهم الشاره بتاعته وانه عميل، بس كريستين بحركه جامده كده بتضربه وبتفقده الوعي. ولما بتاخد الشنطه منه ما بتلاقيش السي دي، بس جاكي بيقول لها انه معاه اصلا طول الوقت وبيرميه بعد كده في قلب الميه عشان محدش يستخدمه تاني. وهي بتوافقوا على قراره ده، وبكده بيكونوا قبضوا على المنظمه ومنعوا حرب نوويه انها تحصل في العالم. ودي كانت نهايه حكايتنا. اشوفكم الفيديو الجاي.